هاي أحلى صوت. يسعد لي صباحكم وكل أوقاتكم. اليوم أكلتنا من تيتا مي أكلة قديمة وطيبة كتير، فتة المكدوس. رح أبلش لكم بالمكونات. هلا أنا الكيلو الباذنجان بده نص كيلو لحمة. أنا ماني حاطة الكميات هون بس لحتى ورجيكم كيف، بس إذا للمقادير بحط لكم إياها بالكابشن، بس هون عم حط مشان تشوفوا المكونات وكيف طريقة مساواتها. عندي الباذنجان المحفور، وعندي لحمة ناعمة هبرة مع بصلة صغيرة ناعمة حاطط لها ملح وفلفل، هدول للحشوة. بعدين بدي ضيف لها الفستق، بدكم صنوبر كل واحد حسب. من شان سلق الباذنجان بس خلص خطوة بخطوة، بدنا معلقتين دبس بندورة ومعلقتين دبس رمان، بنحطهم بالمي وبنسقط فيهم بعد ما نحشي الباذنجانات. هي أصولها ينقلوا بعد ما ينحشوا، بعدين يتنزلوا بالمية البندورة والهي. بس الصراحة أنا خففت القلي وما لقيت فرق أبدا، يعني طعمتها كتير طيبة من دون قلي عملته. وعنا هون خبز هلأ كمان بدنا نحطه أول طبقة نقليه. عندي البدوة بيقولولها بالشام، يلي هي الصوص يلي بنحطه فوق الخبز. وخلونا نبلش هلأ. أول شي نحضر الحشوة ونقلي الخبزات. وهلأ بدنا نحضر الحشوة. حطيتها على النار. أنا بحب نشف اللحمة على النار قبل ما أحط لها أي زيوت أو سمنة، مشان بحطها هي والبصلة، وما بحب كتر بهارات مشان ما تروح الطعمة والنكهة الرئيسية للأكلة. فيكم تحطوا سمنة حيواني، أنا بفضل زيت الزيتون بكل الأكلات وبيلبق لها، لأنه بالأصل بدي أحط على الوش سمنة حيواني. وهلأ رح نقلي الخبز. فينا نشوي، فينا نمده بصينية نرش عليه رشة زيت زيتون نشوي بالفرن. يلي ما بده ياكل مقلي ما راح اغمقهم كتير، لانه هن من حماوة الزيت بيغمقوا. وهيك صارت عندي الحشوة جاهزة، بس بدي احط لها الفستق يلي محمصته. وهلا راح نحضر الصوص يلي بدنا نحطه فوق الخبز. بنقله بالشام بدوي. عنا كاسة كبيرة لبن. المقادير مو لكيلو الباذنجان نص كيلو اللحمة، هاد لجات التقديم الصغيرة. كاسة لبن رح احط لهم نص معلقة ملح، معلقتين كبار طحينة، ومعلقة صغيرة ثوم مهروس. نحرك منيح. إذا شفنا الطحينة قليلة منزيد. صار عنا الصوص جاهز. وهلأ للمرقة يلي بدي اسلق فيها الباذنجانات رح اجيب لتر مي، دبس الرمان ودبس البندورة، وهيك حطيناهم بالمي وحركناهم منيح. وهلا راح احطهم على النار لتغلي لبينما احشي الباذنجان، لانه بردت الحشوة. لازم نكبسها على الاخير مشان وقت اللي بسلقها ما تفضل. قد ما فينا بنكبسها مشان تضلها هيك هون شوفها ملانة كلياتها. وهلا بعد ما خلصنا حشي الباذنجان رح نسقطهم بالمرقة. نختبرهم طبعا كل باذنجان شكل، ممكن ياخد ربع ساعة ممكن نص ساعة. رح نحطها على النار هلا. وهلا هيك صارت فتتنا شبه جاهزة. هي الخبز بس ما منقدمها غير للعالم يقعدوا على الطاولة، لأنه مو طيبة غير ما يتشتش الخبز بيناتهم. هون أول طبقة رح أحط الصوص فوق المرقة الحمراء. وهلا رح أحط الباذنجان، رح أحط فوقها زينها بالفستق لبين ما تحمى السمنة على الأخير. آخر خطوة السمنة. وصارت هيك فتتنا جاهزة. آخر خطوة وبحط هاي أحلى صوت. يا سلام. وهيك صارت فتتنا جاهزة. إن شاء الله ألف صحة وهنا. إذا عجبتكم بعتولي بالكومنتات، ويا ريت تشتركوا بقناتي ليوصلكم كل الأكلات القديمة تبع تيتا مي. إذا حبيتوها ما حبيتوها شو بتقترحوا، وألف صحة وهنا.